خلينا ندخل في الموضوع على طول. في 5 لغات للحب، ولو ما فهمتهمش هتفضل تقول أنا بعمل اللي عليا واللي قدامك شايفك مقصر. أول لغة، الكلام الحلو، كلمات التأكيد. في ناس الحب عندهم كلمة: بحبك، فخور بيك، وجودك فارق معايا. الكلمة دي بالنسبة لهم أمان. لو ما سمعوهاش يحسوا إن في حاجة ناقصة، حتى لو أنت بتتعب عشانهم طول اليوم. لو شريكك من النوع ده، النقد الكتير بيوجعه والتجاهل بيكسره، وجملة حلوة ممكن تفرق معاه أكتر من هدية غالية. تاني لغة، الوقت والاهتمام. ناس الحب عندهم يعني تقعد معايا، تركز معايا، تبصلي وأنا بتكلم، مش قاعدين جنب بعض وكل واحد في الموبايل. لأ، وقت حقيقي، حتى لو نص ساعة في اليوم. النوع ده لو حس إنك مش فاضيله هيحس إنه مش مهم، حتى لو أنت بتقول بحبك 1000 مرة. تالت لغة، الهدايا. قبل ما تقول ماديين، لأ، هما مش بيحبوا الفلوس، هما بيحبوا الإحساس إنك فاكرهم. شفت حاجة وقالت لك دي شبهه وجبتها، كده أنت كسبت قلبه. الهدية هنا رمز، ذكرى، حاجة تتلمس وتفكره إنك مهتم. رابع لغة، أفعال الخدمة. دي لغة عملية جداً، مش عايز كلام، مش عايز رومانسية زيادة، عايزك تساعده، تشيل عنه، تعمل حاجة مكانه وهو تعبان، تعمل له قهوة، توصله مشوار، تخلص له حاجة. النوع ده الحب عنده فعل، لو بتوعد ومش بتعمل بالنسبة له أنت ما بتحبوش. خامس لغة، اللمسة الجسدية. حضن، مسكة إيد، قعدة قريبة. الناس دي القرب الجسدي عندهم أمان. لو العلاقة خالية من اللمسة يحسوا ببعد حتى لو قاعدين جنب بعض. دلوقتي بقى ركز في النقطة المهمة. المشكلة إن أغلب الناس بتدي الحب بالطريقة اللي هي بتحب تستقبله. يعني لو أنت بتحب الكلام تفضل تقول كلام، بس لو اللي قدامك لغته أفعال هو مش شايف حاجة. لو أنت لغتك هدايا وهو لغته وقت، هيقولك أنا عايزك أنت، مش عايز حاجة. وهنا يبدأ سوء الفهم. واحد يقول أنا بعمل كل حاجة، والتاني يقول مش حاسس بحاجة. الاتنين بيحبوا، بس بيتكلموا لغتين مختلفتين. الحل بسيط جدا، بس محتاج وعي. اسأل اللي قدامك إيه أكتر حاجة بتحسسني إني بحبك؟ راقب رد فعله، يفرح إمتى، يزعل إمتى. واوعى تستهين بتفصيلة صغيرة، لأن التفصيلة الصغيرة ممكن تبقى اللغة الأساسية عنده. لما تبدأ تدي الشخص بالطريقة اللي هو بيفهمها، العلاقة بتتغير. مش سحر، مش تمثيل، مش ضغط، فهم. وأول ما الفهم يدخل، المشاكل تقل نصها. دلوقتي اسأل نفسك بصراحة، أنا لغتي إيه؟ ولغة الشخص اللي بحبه إيه؟ لو عرفت الإجابة، أنت كده اختصرت طريق طويل جدا من الخناق وسوء الفهم. اكتب في الكومنت لغتك إيه؟ ولو حاسس إن في حد محتاج يسمع الكلام ده، ابعت له الفيديو. يمكن كلمة تنقذ علاقة كاملة.